وأن زوجها إذا مات من حقها بعد فترة العدة أن تتزوج بغيره وأن تنعم وأن تسعد معه. ولذلك رأينا كثيرا من الهنود يدخلون في دين الله أفواجا، كل ذلك لما رأوا سماحة الإسلام وعدل الإسلام بالنسبة للمرأة. فانظر إلى ابنتك وهي زوجة فلان تلقي بنفسها حية في النار لأن زوجها قد مات. كيف يكون حالك أنت أيها الأب؟ وكيف تكون حالتك أنت أيتها الأم حينما ترين ابنتك بهذا المنظر؟ جاء الإسلام ليرسي العدل في العالم كله، ثم يزعمون أن الإسلام ظلم المرأة. إنني أناقش هؤلاء، أناقش الغرب خاصة، أقول لهم سلوا تاريخكم، سلوا التاريخ الإنجليزي والفرنسي والغربي. كيف كان حال المرأة قبل أن تطلعوا على الإسلام وقبل أن تحتكوا بالحضارة الإسلامية؟ في عهد ملك إنجلترا هنري الثامن صدر قانون بأن المرأة لا يحق لها أن تلمس العهد الجديد يعني الإنجيل، لأن المرأة عنده نجسة طيلة حياتها ولو اغتسلت 100 مرة. هذا هو القانون الإنجليزي. وانظر إلى القانون الإنجليزي أيضا الذي يستحون من ذكر هذه المواد الآن. كان يبيح للرجل أن يبيع زوجته، ولما بدأ الناس يبيعون زوجاتهم ويغالون في ذلك حدد سعر الزوجة، حدد السعر ب6 سنتات إنجليزي يعني تساوي نصف شيلين، فكان ثمن الزوجة عندهم نصف شيلين، كان ثمن الزوجة نصف شيلين. وأثبتت المحاكم الإنجليزية هذه الجريمة، أن رجلا باع زوجته ب500 جنيه، وقام المحامي يقول بأن القانون الإنجليزي كان يبيح للرجل أن يبيع زوجته ب6 سنتات وهو ظالم في هذا. فردت المحكمة عليه بأن هذا القانون قد بطل بعدما تعرفوا على الإسلام والمسلمين. لم يكن ذلك قاصرا على إنجلترا، بل تعال إلى إيطاليا بلد الحضارة، تسجل المحكمة الإيطالية هذه الجريمة. باع رجل إيطالي زوجته لآخر على أقساط، ولما بدأ الآخر يمتنع عن سداد الأقساط الأخيرة قام الزوج بقتله وتم القبض عليه. ما هذه الهمجية؟ وبرغم ذلك تزعمون أن الإسلام ظلم المرأة. بل في عهد الشيخ رشيد رضا، محمد رشيد رضا رحمه الله، قريبا من 50-60 سنة، يذكر أن الصحف الإنجليزية نشرت بأن أناسا قرويين ما زالوا في إنجلترا يبيعون زوجاتهم، لكن وصل ثمن الزوجة إلى 30 شلن و40 شلن إنجليزي. ما هذا التخلف؟ بل إنني قبل أن أبين لكم أن الإسلام كرم المرأة ورفع من شأنها، وأنه أثبت للعالم كله أنه لا يوجد قانون على وجه الأرض فيه من العدل ما في هذا الدين القويم، أريد
أن أذكر لكم حال المرأة الآن في بلاد الغرب قاطبة، أمريكا وإنجلترا وفرنسا وغيرها. القانون الفرنسي كان لا يعد النساء والأطفال من المواطنين ولا يعتبرها إنسانا، بل جلسوا يتناقشون هل المرأة روح وجسد كالرجل أم المرأة جسد بلا روح. ثم قالوا ولو ثبت أنها روح، هل روح المرأة روح إنسانية فعلا ولا روح حيوانية؟ هكذا كان الفرنسيون يبحثون. والإسلام يكرم المرأة، والإسلام ينادي وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. المرأة الآن في الغرب ما زالت مظلومة مقهورة. فالبنت إذا بلغت 18 عاما وجب عليها أن تخرج من البيت وأن تعمل لتأكل، وعليها أن تشارك في ثمن الطعام مع والديها، وعليها أن تدفع ثمن أو تدفع أجرة غرفتها التي تسكنها، وأن تدفع ما يحصها في رسم الهاتف وغيره وثمن غسل ملابسها. وإن لم تفعل ذلك فمن حق أبويها أن يطرداها خارج البيت. فماذا تصنع المسكينة حينئذ؟ تتاجر بعرضها لتكتسب المال الذي تقتات منه. ولقد حدث لي شخصيا حينما سافرت إلى بلاد أوروبا لإلقاء بعض المحاضرات هناك، ودخلنا محل الجوازات فرأيت كل من في مبنى الجوازات نساء، حتى اللواء رئيس الجوازات امرأة. فقلت لمحدثي متهكما: مها؟ كلهن نساء، ما في هذه الدولة رجل؟ فترجم لها وقال لها: الشيخ يقول كذا وكذا وكذا. فقالت: أعطينا الرجال إجازة. فقلت لمحدثي: قل لها إن عندنا المرأة مصونة مكرمة في بيتها، إذا كانت زوجة زوجها ينفق عليها، وإذا كانت بنتا فإن أباها ينفق عليها، وإذا كانت أختا فإن أخاها ينفق عليها ولا يهينها في العمل. فقالت له المرأة متحسرة، فترجم لي قولها، قالت: أتمنى أن أكون امرأة شرقية، فإننا معشر النساء لو مرضنا شهرا فلم نتقاضى أجرا لم نجد أحدا ينفق علينا. هذه هي المرأة الغربية الآن، هي المظلومة المقهورة في مجتمعاتها. والحمد لله فإن الإسلام كرم المرأة وأمرها بالجلوس في البيت وقرن في بيوتكن، وأمر أولياء الأمور أن ينفقوا عليهن وأن يتقربوا بذلك إلى الله تبارك وتعالى. تكريم الإسلام للمرأة. لقد كرم الإسلام المرأة بنتا، وجعل الإنفاق على البنات قربة إلى الله عز وجل وحجابا من النار لفاعله يوم القيامة. فقد روى الإمام أحمد بسند جيد عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له 3 بنات فأكرمهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كنا له حجابا